مساكم الله بالخير وحياكم الله في حكايتنا اليوم مع أحمد الغانم اللي يصادف يوم تسجيل هذه الحلقة يوم بعد تتويجه في بطولتين اللي هم تقريبا آخر بطولتين في هذا الموسم. مساك الله بالخير أحمد. أول شيء مشكور على تلبية الدعوة. يعطيك العافية. الله يطول لي عمرك. أحمد خلني أدش وياك بجو رمضان على طول. يلا. شلونك عقب الفطور؟ والله الصراحة حاسس نفسي شوي ثقيل بس إن شاء الله بعد الحلقة نخف. إن شاء الله إن شاء الله. يمكن هذا السؤال قلته حق الشباب أكثر من مرة. حلو. عادة رمضان شهر تريح. صح. ما في طلعات، تقلل طلعاتك. صحيح. عندك غبقة، عندك دوانية احنا هالسنة رمضاننا كله أكشن وسباقات صح 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 صح. فشلون الوضع وياك؟ والله الوضع الله يسلمك ان احنا مو متعودين على ان يكون عندي سباقات برمضان. صراحه الحمد لله انا اداوم الصبح، فالمقصد انه شوي يخف علي اللود. يعني ممكن ان الواحد يداوم الصبح وتالي يريح وقت العصر ويتفطر ويكون فيك طاقه انك تكمل يومك. عرفت شو قصدي؟ فمسكنا هالجدول ومشيناها على السباقات والحمد لله ماشي. الحمد لله. مبروك، الف مبروك على البطولتين. الله يبارك فيك. بطوله ال 2000 سي سي وبطوله الجي ار يارس. صحيح. احمد قل لي شلون دشيت عالم السباقات؟ يعني ابي من البدايه. تمام. الصراحه من البدايه احنا بالكويت ما عندنا وايد سباقات عامه. ب 2000 واتوقع 9 و 2010 دخلت مجال السباقات عامه ما كان عندنا غير الجيتسكيات، يعني تدش سباق الجيتسكي او سباق الموتوكروس. فاقرب شيء لي كان الموتوكروس، انه كشيء على الارض فيها ماكينه، فتقريبا نفس المحتوى اللي كان ودي ادش فيه اللي هو الكارتينج اوكي كما ذلك. دخلنا الله يسلمك الموتوكروس. مشيت فيه تقريبا تقريبا 3 مواسم الى 4 مواسم. بلشت يمكن 2009 ونهيتها ب 2013. الحمد لله الشباب اللي كانوا بالحلبة كانوا يساعدون بكل طريقة، يجربون يخلون متسابق أفضل طريقة إنه ممكن يوصل له. يعني فرضاً إنه لو أنا كنت مبتدئ بس يشوفون أنا والله متسابق في أمل إنه وده يوصل، يساعدون بكل طريقة، من ناحية سيكل، تجهيز اللبس، تجهيز السيكل، تجهيز الصحة والقوة البدنية ما شاء الله. وكما ذلك أي شيء له علاقة بالسباقات. والحمد لله كنت أخلص من الثانوية وكنت أتسابق. ثاني موسم الحمد لله انجزت بطل الخليج تحت 18 ما شاء الله الحمد لله. فبعدين قلت لا ابي انتقل لمجال السيارات، بس لان صراحه قمت اشوف الشباب اللي حواليني متسابقين واخواني قمت يكسرون صراحه مسياكل. اللي تنكسر ايده، اللي ظهره، اللي ريله. فالصراحه الحمد لله ما طلعت من غير اي اصابات. فقلت خلاص خلينا نحول مجال اللي انا بالاساس كنت ابيه على 4 تواير. بالضبط، 4 تواير عشان نكمل فيها. وين دخلت على يعني الحين احنا تكلمنا على الجيت سكيز، تكلمنا على السياكل، بعدها رحت على السيارات. صحيح. بدايتك وين كانت؟ اوكي. وانا كنت اتسابق بالسياكل، كنا يم حلبة برو كارت دائري 6.5 ذاك الصوب. فالله يسلمك كانوا حاطين اعلان ان برو كارت في سباق، يسمون سباق تقريبا تايم اتاك، مو تايم اتاك، ويل تو ويل، اللي هو سباق طبيعي 10 او 15 متسابق، واللي يبي الاول يبي الاول، اللي هي الكارتينج. انا الحمد لله كنت زين بالكارتينج. كنت اروح كنت اسافر مع اهلي لبنان دائما. وعندهم اتوقع مكان حق الكارتينج اسمه بيت ستوب. وبيت ستوب هذا الله يسلمك هي اللي اسستني على السيارات. عندهم كارتينج الرنتل الطبيعي البطيء، بعدين عندهم التو ستروك السريع. فالحمد لله انتقلت من الرنتل بالصيفيه هذه الى التو ستروك، الحمد لله صرت زين فيها. الشباب اللبنانيين ما شاء الله من هناك كانوا يساعدون. وتطورت من ناحيه الكارتينج. فلما رديت الكويت وشفت الاعلان قلت خلاص هذه هي، خلينا نجرب ندش. الحمد لله دخلت. فانت يعني حطيت ريلك بسباق داش تعوم. بالضبط. جربت السياره بس قبلها يوم من وراء دخلت لمجال الكارتينج. لما دخلت مجال الكارتينج شيء الغريب ان شفت المتسابقين ما بصراحه ما اعرفهم، ما كنت اعرفهم، ما كنت بالمجال هذا. دخلت السباق كواليفاينج جبت مركز ثاني. قلت زين المفروض المركز الاول، يعني ما حسيت اني يعني قادر. كنت متوقع. زين منو المركز الاول؟ هالشيء الغريب. ولا اخوي زيد اشكناني. مني بلشت العلاقه بيني انا وزيد اشكناني. ترى زيد اشكناني جزء كبير من حياتي من ناحيه الموتور سبورتس. اوكي. وهو الله يسلمك كان متاسس قبل وايد ناس حواليني. صحيح.
واقرب واحد لعمري، فهو اكثر واحد كان فاهمني حزتها انه شلون ممكن نتقدم هالمجال. فالله يسلمك دخلنا السباق، غلب علي زيد، يا بمركز اول بمركز ثاني، حلو. تعرفت عليه، تعرفت على ابو زيد حزته، وكنت قاعد اسالهم انه يا جماعه شنو الطريقه، وين تروحون؟ 2011 تقريبا 12 11. ولا طلع انهم قاعد يدربون بالبحرين اوبن تراكس وكذي، وكان زيد كانه حزته كان يبي يحول حق فرضا شيء له علاقه بالريسنج، يعني مو بس انه اوبن، مو هوايه بالضبط، مو كهوايه، كان يبي بالضبط بطريقه بروفيشنال. ممتاز. والله يسلمك بلغتهم يا جماعه انا بيدش، بس انه كان عمري ما يسمح اني ادش شيء فرضا جي تي كار للحين مبتدئ. بعدك صغير يعني بالضبط، كان يمكن عمري ما ادري 13 شيء كذي. اوكي. فالله يسلمك بلغت زيد، زين شو الطريقه، وين نروح؟ فبلغني انه روح الامارات عندهم سباقات الكارتينج. حلو. فخذيت كلمته ودخلت سباقات كارتينج بالامارات، انا واخوي عبد الرزاق العنجري. فانا عبد الرزاق الله يسلمك كنا فريق كويت ريسنج. كويت ريسنج كان فريق حق 24 اورز يصير بالكويت الكارتينج. فالحمد لله فزنا كذا مره المركز الاول. اوكي. وكنا انا وعبد الرزاق من اسرع المتسابقين. فعلى يوم قضبني على جنب وقال لي احمد خلينا نروح، خلينا نجرب شيء بروفيشنال يعني، مو كهوايه، خلينا ناخذها بطريقه جد اكثر يعني. اوكي. وتميت وياه تقريبا تمينا موسم بالشفتر كارت اللي هو دي 2 اللي هي غيارين، بطوله الامارات. صراحه ما قدرت اطلع مراكز لان ما كنت حافظ الحلبات، واول مره ادخل على هالسياره، اول موسم. اي بالضبط، فما كنت متعود على هالشعور. وبس هذه بدايتي بالسباقات، وتالي حولت الله يسلمك فورمولا جولف 1000. فورمولا جولف 1000 كان الله يسلمك بطوله بالامارات. كانوا يستعملون سيارات فورمولا الصغيره. اوكي. وكانوا يحطون فيها ماكينه هايبوسا سوزوكي سيكل. فهي كانت بطولة جدا ناجحة، لأن الخليج كله ما حد عنده فرضا بطولة يدش فيها كمبتدئ غير هالبطولة. اوكي. فورمولا جولف 1000 كانت؟ كان بدبي وابو ظبي. حلو. فدخلت بهالبطولة تقريبا موسم كامل. الحمد لله طلعت ثاني على بطل الموسم. ما شاء الله. اي، وهذه كان بدايتي. والله يسلمك كان زيد ايضا يتسابق اتوقع البورش كاب حزته. صحيح. وايضا كان قاعد يجرب تو بيدش الفورمولا 3. فوهو رايح اسبانيا تصادف انه تعرف على شركه كامبوس ريسنج. كامبوس ريسنج شركه اسبانيه، اللي الله يسلمك يكون راعي الشركه ادريان كامبوس. ادريان كامبوس عشان يكون بالصوره من اول متسابقين باسبانيا، ومن اول المتسابقين اللي ينجزون اي شيء عالمي. فادريان كامبوس بطل شركه الكامبوس ريسنج. كامبوس ريسنج كان عندهم الله يسلمك فورمولا 3، فورمولا 2، فورمولا 4 وفورمولا 1. اللي هم الله يسلمك صعدوا من اول متسابق اسباني دش فورمولا 1. مو فرناندو لا، الونزو. فالونزو دش من منو؟ من خريجين هذه المدرسه. الله عليك. فهو كامبوس ريسنج دخله فورمولا 1. فاحنا شفنا انه خلاص هذا المفروض الدرب اللي احنا لازم نمشي عليه، دام فرناندو الونسو طلع من اسبانيا وادريان كامبوس دخله، انا احمد الغانم وزيد اشكراني اثنيناتهم مع بعض. حلو. فالله يسلمك خلصنا الحين من الكارتينج، ما طلعنا مراكز، دخلت فورمولا جولف 1000. الحمد لله تعلمت وايد. اول مره اركب سنجل سيتر. اول سباق لي تأهلت الاول، كنت مركز الاول. اخر لفتين السياره قامت تدخن شوي، فاول سباق لي والحماس وكذي قلت خلينا نكمل. وكمل الله يسلمك لفه اللي بعده كان يعطوني الميكانيك الفلاج. الميكانيك الفلاج لازم تطلع يعني. لازم تطلع. والله صراحه ما اطلع. اول سباق لي المركز الاول فاش على المركز الثاني تقريبا 8 ثواني. ما شاء الله. مستحيل اهد. عرفت؟ فالصدفه اللي حاشتني من اول لفه من بعد الميكانيك الفلاج اني نيتي يمكن ما كانت صافيه، معاند وياهم، احترقت السياره. اوكي. فكانت قاعد تحترق وانا ما ادري انها قاعد تحترق. عرفت؟ كانت قاعد تطلع دخان وصفت على اليمين واحترقت وانا فيها. فالحمد لله جربت اطلع باسرع وقت، وحاشي اصابه بسيطه بس من السوت والهلمت، وطلعنا من السباق. ما قدرت اكمل اول ريس 2 كان يوم وراه. والصدفه ان اخوي يوسف بدر ايضا كان قاعد يتسابق وياي بنفس البطوله الفورمولا جولف 1000. فرحت له بالبيتس وقلت له اخوي يعني يوسف لو ما عليك امر ممكن اطلب منك طلب؟ تقول لي امر. قلت له عن اذنك
ابي اخذ سيارتك ودش فيها السباق. لان انت خلاص ما عندك سياره. ما عندي سياره الحين، سيارتي ما تتصلح، يبي لها تقريبا اسبوعين. ترى اتوقع هالوضع ما يصير الا مع المتسابقين الكويتيين 100%. على سالفه الميانه والربع. هذه هي بالضبط. شنو كان ردك؟ فيوسف كان مستوعب ان لي في امل ان شاء الله ان نطلع بمركز، ويوسف كان يعني للحين مراحل اللي هو قاعد يتعلم. حلو. فكان يعني قاعد ينجز، بس مو بالطريقه اللي كان يبي ينجز فيها، يعني مو بالمراكز اللي كانت فرضا بباله. فالمقصد قال لي خلاص احمد اخذ السياره، بس على شرط انك تعلمني كل شيء. اوكي وصلنا خير. اوكي قلت له خلاص ديل. خذيت السياره حق السباق الثاني، دخلت فيها، بلش مركز تقريبا كان الثامن، الحمد لله خلصت انا السباق المركز الاول ما شاء الله. فمن وراها الصراحه الشباب قاموا يدعموني اللي حواليني، والحمد لله قمت احس انه يمكن في امل ان نوصل مكان مهم بالموتور سبورتس. وبعدها الله يسلمك كامبوس ريسنج كانوا بالخليج، كان عندهم تيستينج بالامارات بابو ظبي، كان عندنا احنا سباق فورمولا جولف 1000 بابو ظبي، فتعرفنا على واحد من الانجينيرز اللي بكامبوس ريسنج. بالتالي دخلنا بكول انه خلانا نكلم ادريان كابوس هو اللي راعي شركه صاحب الشركه. فقلت له يا اخي انا ودي ادخل وياكم، وادري زيد حاليا وياكم، ودي ان على الاقل تساعدوني هالموسم بشوف شنو طريقتكم بالضبط، شلون تقدرون تفيدوني. فقال لي خلاص ان شاء الله الانجينير راح يساعدك بهالسباق. حلو. شلون بيساعدنا الانجينير؟ في الله يسلمك كل متسابق يسوق بطريقه معينه، فشون ان المتسابق يتحسن؟ يكون عنده الداتا او يسمونه التلمتري، انه فرضا متى المتسابق داس البنزين، متى طق بريك، متى لف باختصار قراءة حق كل شيء صار بالسباق داخل هذه السيارة 100%. متى لف اي لفة اي لاب، كل شيء له علاقة بالسيارة. كم بالمية بنزين، كم بالمية بريك، كم درجة كان لاف السكان. عليك نور، والله يعطيك العافية، أول مرة أحد يقابلني وفاهم بالمجال. فالله يسلمك. فبالتلمتري هذا قارن القراءة اللي قاعد تطلع من السيارة والكمبيوتر على المتسابقين اللي وياي، فلاحظ انه بكم لفه فرضا قاعد يعطيك بريك متاخر، قاعد يدوس متاخر. فاعطاني كم نصيحه والحمد لله صرت اسرع. وبهالسباق كسرت رقم الحلبه حق فورمولا جولف 1000 بابو ظبي بياس مارينا. فمن وراها قلت خلاص انت بديت تستوعب انه خلاص انا في هالمجال عندي طريق اقدر قلت ان شاء الله في طريق، والحين قمنا نفهم المجال. ما كنت ادري ان لهالدرجه دقيقين ان في شيء اسمه تلمتري، في شيء ان دعسه البنزين يبين بالكمبيوتر متى دست، متى طقيت بريك، ايش كثر لفيت، اي تيرن، شنو الصح بالضبط. وممكن تقارنه مع متسابقين ثانيين، فممكن تحطهم فوق بعض وتشوف يبين بوضوح ان فرضا الخط دعسته قبل دعستك او بريكه قبل بريكك، وتعرف ليش هو يلف قبلك ولا في وراك. عرفت؟ وممكن تتحسن وتاخذ من طريقه ستايل السايق الثاني. هو يمكن اللي وايد ناس ما تعرفه اكو شيء اسمه الداتا انجينيرز، اللي هم ياخذ هذه الداتا كلها يحللها، صح، وعلى اساسها يعطيك هذه التفاصيل اللي تخليك مثل ما احنا نقول ببساطه تخليك اسرع بالحلبه. بالضبط. فهذا الداتا انجينير كان من كامبوس، فانا مني وثقت بكامبوس وحبيت طريقتهم، وخلصنا الموسم وانتقلنا لفورمولا 3 باسبانيا. هني كلمني عن الفورمولا 3. يعني يمكن الفورمولا 3 من اسمها عندنا فورمولا 1، فورمولا 2، فورمولا 3. فورمولا 1 هي بطولة كأس العالم، صحيح. الفورمولا 2 خلينا نقول كأس العالم للشباب، صحيح. الفورمولا 3 كأس العالم للناشئين، ما فيها روح تعالي. صح. وايد حتى من المتسابقين اللي احنا يمكن اللي يتابعون فورمولا 3 من خلال 5-6 سنين قبل، صح. منهم كانوا لاندو نورس، منهم سواق فورمولا 1 100%. كان هو الطريقه الابتدائيه اللي انت تدش فيها فورمولا 1. حلو. احمد، ننتقل الى الفورمولا 3. يعني لما نوصل الفورمولا 3 انت عندك يا خطوه ونص، خلينا نقول انت صح. واصل الفورمولا 1. صحيح. عطني باختصار تجربتك مع الفورمولا 3. الله يسلمك، الفورمولا 3 وايد قريبه على الفورمولا 1 مثل ما قلت، وايضا احنا ودنا نتعلم من الخليجيين، ولكن لما تروح تدور في كم خليجي داش سباق سباقين بس موسم كامل ما تشوف احد يعني صاملها بالضبط. عرفت؟ فانا وزيد الله يسلمك وصلنا كامبوس ريسنج حق فورمولا 3، شفنا الفاسيلتي شيء غير عن اللي انت تشوفه، شيء ما تشوفه اصلا. تدخل من الباب سيارات مصففين تقريبا، انت قاعد تتكلم 12 سياره ما شاء الله، فورمولا 4، فورمولا 3، جي بي 3، جي بي 2، شيء خيال.
فانت تدش بالزون لما تكون بالكومباوند مالهم. الكومباوند يحتوي على السيارات والميكانكس والانجينيرز والسي او والكو فاوندر والاورجنايزيشن، المصنع ككل، التدريب، السيميليتر، الجيم مع الفتنس كوتش مع المسوس مع كل شيء. تستوعب ان الموضوع وايد اكبر من واحد سكان وبنزين وبريك. بالضبط، يعني مو مثل الفهم اللي موجوده خلينا نفترض بالخليج، انه تقوم الصبح تروح النادي تخلص تروح تسابق، او مثل الكره او اي رياضه فرضا بالخليج او الكويت اللي هي الاحترافيه 100%. فالمقصد من شفنا كذي انا وزيد قلنا لا الموضوع وايد اكثر مما توقعنا. فالحمد لله الله يسلمك دخلنا بفورمولا 3. حلو. نفس الموضوع اول سباق، اول سباق بكل جوله احنا ندش فرضا تحوشنا مواقف غريبه، عرفت؟ فالله يسلمك دخلنا فورمولا 3. اول سباق كان سباق باسبانيا، صراحه مو متذكر الاسم. اوكي. فدخلنا الله يسلمك السباق، او انا دخلت السباق وزيد كان معاي كانه منتور. حلو. عرفت؟ فبلغني ان احمد الله يسلمك لازم تاخذ السباق سموث، لازم تاخذ على هداوه، اول سباق لك تعلم. انا اعرفك. بالضبط. فانا انسان متهور بزياده، عرفت؟ فالحمد لله انا جربت شوي اخذ من كلامه واهدي اللعب. دخلت اول سباق من الكواليفاينج بالغلط، ما شفت اليلو فلاج. اوه. اي بسكتر معين، لما اقول سكتر أي. يعني لفه. أي. كانوا ماسكين يلو فلاج واحد بعيد، مو نفس الكويت حاطين لك ديجيتال فلاج وكذي بوضوح. كان واحد ماسك العلم. فللاسف ورا الكواليفاينج توقعت اني انا متاهل، وتقريبا 32 متسابق، توقعت انا متاهل مركز 11 ككل. أوكي. وتقريبا خلينا نقول المركز الثالث فئتي اللي هو الروكيز اللي هم المبتدئين. فالله يسلمك رحت بشوف الجدول الريزولتس ولا احمد الاخير. ليش الاخير؟ من موضوع اليلو فلاج. اول مره يحوشني بنالتي كذي بهالقوه، فاستوعبت انه لا، خارج الكويت والخليج وايد يشددون. صحيح. فبلشنا السباق الله يسلمك من البدايه من الاخير. فالسباق كان قاعد تمطر، يومها قاعد تمطر، المطر غير طبيعي. فلفيت على الانجينير قلت له شو نتوقع الطقس الجو شو بيصير؟ فرضا بيخف المطر، بيوقف المطر؟ شو يقول احمد في احتماليه 60% راح يوقف مطر. حلو. كان اقول له شنو الناس مركبين توايرهم؟ يعني عندك نوعين من التواير تركبهم، التواير المطريه وتواير الارض الجاف او الجو الجاف. بالضبط. فقال لي كل من مركب تواير اللي للمطر الوت. قلت له انا ركب لي الدراي تايرز. تمام. خلينا نجرب. عندنا شيء نخسره؟ ما عندنا شيء نخسره. اول سباق نبلش من الاخير. كذي الاخير. بالضبط. حلو. فغير من التواير حطيت تواير الدراي. تمام. بلشت السباق من اول لفه قبل لا يبلش السباق وقف المطر. فالحين احنا بالستارتنج لاين ورا فورميشن لاب. انت واصل خالص. واصل خالص. ما حد يقدر يغير تواير. ما حد يقدر يجيس تواير. توه يوقف المطر. والمطر لما اقول لك كان تقريبا 1 انش 1.5 انشز. في مطر بالضبط. فالله يسلمك وقف مطر. دخلنا اول لفه كان طوف 8 بس. انا قلت مني لا الامل رجع. اوكي مشينا الامور لابين على 3 ونسحب. سحب لي 2 متسابقين 3 4 بوزيشنز 5 بوزيشنز 4 بوزيشنز 3 بوزيشنز من مركز 33. الحمد لله خلصت المركز الثامن بالسباق، بس لانك قررت انك تاخذ 100%. اول شيء ان حولنا التاير وقدرت اتاقلم على الجو بسرعه، وبعدين تعطيك ثقه لما تشوف انك قاعد تطوف فلان 100%. ويعطيك ثقه، بس لازم سباقات او ككل السباق او المتسابق اتس مايند جيم. احمد هني انت بتسحبني على سؤال ما اقدر اطوفه. اوكي. موضوع النفسيه ايش كثر تلعب بالمتسابق؟ حلو. وايد نشوفها يعني الناس اللي تتابع الفورمولا 1 وايد نشوف صح ان هذا السايق اذا سوى حادث السباق اللي عقبه يرد شويه لك عليه. حلو. ما عنده الثقه 100%. جميل. الثقه هذه شو تسوي فيك انت وانت مسكر الخوذه وبالسياره بروحك ما حد يدري عنه؟ حلو. احنا خلينا ناخذ هالسؤال ونجمع شغله معاه. خلينا نفترض متسابق شلون يجهز نفسه قبل السباق، ايش رايك؟ انا والله هذا واحد من الاسئله الجايه. صدق؟ وتدري شنو المشكله؟ المشكله كل ما اسال واحد من الشباب يقول لي ما عادي شيء البس خوذتي ابي تجهيزاتك قبل السباق شلون؟ حلو. الصراحه هي الموضوع مو بس كذي ودش. ايش معنى؟ كل متسابق نفترض عندك متسابق محترف بطل كسواقه اوكي، ستايله بالسواقه جميل، كتعامله مع السياره وادائه هم اوكي، كخبره عنده خبره تمام،
ولكن انه من أسوأ المتسابقين وافضل المتسابقين يختلفون بشغله واحده: المخ والبال. لازم هي ترى السباقات كلها والبريب المتسابق، خلينا نفترض لو دش بحادث ورد السباق الثاني على بعضه ولا احسن من اول، يعني يفرزهم شغله واحده اللي هو المنتاليتي، المايند جيم. الموتور سبورتس كلها مايند جيم، كلها اتس اول هير، اتس اول ان ذا هيد 100%. لا حد يقول لك ان اتس نوت، لانه خلينا نفترض انت الحين داش سباق او بدش سباق، اهم شيء تكون هادي. شوف انا تدري متى اذكرها؟ متى؟ يعني يمكن انت تشوفها بالتلفزيون تشوفها، حلو. بس انا اذكر لما كنت قاعد بالجراج، وهذا بيوديني على السؤال الثاني. كنت قاعد بالجراج في سباق ل 12 ساعه. حلو. قاعدين ونسولف ونضحك وفلان مار وفلان. صح. اذكر للحين حزتها محمد الكاظمي كان قاعد يسوق. حلو. زيد اشكناني كان بيطلع قبلها. حلو. انت كنت برا الجراج، جيت حق زيد كلمته وانعزل، فزيد صار بروحه. عقبها تقريبا بساعتين انت كنت تبي تدخل. صح. نفس الشيء اشوف كل واحد قبل لا يدخل السياره يعزل نفسه عن هذا الازعاج، وانا متاكد انه بنص هالازعاج هو مو قاعد يسمع شيء، لانه صح. هو مركز ان انا بركب السياره. صح. وعندي ساعتين لازم اسوق فول ثروتل بدون ما اطق، بدون ما اخفف ولا 1%. صح. فهذه الامور شلون تدرب نفسك عليها؟ لأن برجع لك على سباق 12 ساعه. جميل. اول شيء لازم تكون واثق بنفسك، وواثق بشنو ممكن تتحكم فيه بنفسك وشنو اللي مو بيدك. عرفت؟ اهم شيء انك تقدر تتحكم بمشاعرك ونفسيتك واعصابك 100%. فاول شيء تقدر تفقده واسهل شيء الاعصاب. صحيح. والاعصاب راح يسحب شنو وراه؟ تركيز. الله عليك. عدم التركيز شنو راح يسحب وياه؟ بس خلاص السباق كله هذه هي. فالمقصد دائما عندي اخوي محمد الكاظمي شوي يعني مرات ما يقدر يمسك اعصابه. تنشن. بالضبط. فلازم انه مثل ما شفت لما قلت لي انه كلمت زيد ذاك اليوم انه بس ابلغه انه خلاص خلينا نريح، خلينا نوخر شوي عشان لما نرجع نكون اون سبوت، لا نوتر نفسنا وايد. انتم ما كنتوا معانا اصلا، تطلع من السياره ما يعني حتى لو انا موجودين ترى مثل ما ادري انتم وين كنتوا تروحون. كنا الله يسلمك عندنا كرفان صغير. اوكي. زين برا الجراج كنا نروح نريح فيه ونرجع. حلو. ممتاز. فالله يسلمك هالموضوع اتس اول مايند جيم. فحتى لو تشوفنا قاعدين ما بين المتسابقين او ما بين الفريق وربعنا، يومها كان زحمه وايد. يومين الشباب كلهم موجودين. بعدين سكروا الباب وقالوا ما حد يدخل. وحتى انهم مسكرين الباب ناس يدشون كويتيين. بالضبط. هذه هي. عرفت؟ فلازم تعزل نفسك انه فوز وسوي، هذا كله المفروض ما ياثر من المتسابق. تسمع طبعا من الصوت الثاني، بس مشكله مرات صعب لما تكون انت شوي خلينا نفترض مو مسوي زين، هالاشياء تاثر فيك. عرفت قصدي؟ فانا بكل سباق عامه قبل السباق اريح، حتى لو ان حياتي من قلبه فوق تحت لازم تريح. حلو. لازم تنسى كل شيء. تمام. عرفت؟ تعال لي على سباق ل 12 ساعه، التجربه اللي يمكن كونها كانت بالكويت. صح. وكون ان الفريق كان كله كويتي واسمه تيم كويت. صح. المشاعر كانت يعني على قولتهم متلخبطه. صحيح. كان موضوع السباق فيه اكيد في وايد تفاصيل. احنا يمكن بالميديا تيم كنا داخل الجراج وداخل الحلبه وكذا، فكل واحد فينا له ذكريات خاصه. صح. انت ورا السكان. حلو. عطني شيء واحد، يعني هذا هو اللي تاخذه من هالتجربه اللي ما راح تنساه. عطني موقف ما ينسي من هالتجربه من خلف السكان ولا السباق ككل؟ السباق بشكل عام، يعني انت كمتسابق. اي السباق ككل الصراحه لما خلص السباق ومسكين على الكويت قاعد نركض البوديوم. احنا بس كنا مستانسين خلصنا السباق. كان اول مره ان نجتمع انا واخواني زيد اشكناني ومحمد الكاظمي فريق. هاي ما صارت من قبل. صحيح. والشباب كانوا متسابقين بجي تي كارز من قبل. انا ولا مره دخلت سياره جي تي. انت كانت اول مره. وما شاء الله ارقامك كانت وايد اذكر. الحمد لله. اي انا دخلت بحظ بسيط ووراها قدرت اتاقلم عقليا وجبت اسرع رقم الفريق. فالحمد لله هذا اللي قاعد اقول لك اياه من ناحيه كل شيء بالمخ. بالضبط. دام انت مريح كل شيء تبيه راح يصير ان شاء الله. تقدر تسيطر على تقدر تركز، لان بالنهايه في امور يعني تقدر تتحكم فيها، في امور ما تقدر تتحكم فيها. بالضبط. فالمفروض اللي ما تقدر تتحكم فيه ما ياثر على هذه. شنو تقدر تتحكم فيه؟ نفسيتك. تتحكم فيه وريح البال. عرفت؟ عشان تنجز. حلو. ممتاز.
احمد ما شاء الله عليك سكت في وايد حلبات، صحيح. بالكويت، بالخليج، برا الخليج، في اوروبا وغيرها. إيه. في حلبه معينه ما تنساها او لها مكان خاص؟ الصراحه اي باسبانيا عندك حلبه خرز. أوكي. حلبه خرز الله يسلمك اقرب حلبه حق الفريق اللي كنت اتدرب عندهم اللي كان بالصيصي. اوكي. فخرز كان كونها من اول كونها اول حلبه باوروبا تسابق فيها بطريقه رسميه، او اول حلبه اجرب فيها سيارات السباق. اوكي. كان شيء يعني كان مكان وايد يعني مكان بحياتي الموتور سبورت. حلو. عرفت؟ انت كونك اول متسابق خليجي سنه 2014 او 2015 يصعد بوديوم الفورمولا 3، والفورمولا 3 مالت اوروبا حتى مو ما كانت. عطني شعورك وانت فوق على البوديوم. وايد كنت مستانس، وايضا كنت وايد اشكر زيد على اللي سواه، انه كونه كان المنتور، وكونه هو بهالسباق اللي كان ماسكني قاعد يقول احمد خلاص ارتاح ان شاء الله نقدر ننجز. تكفى بيك تطالع الكاميرا وتقول حق زيد خليه يطلع بمقابلات زياده. والله زيد ان شاء الله لو وده يقدر يطلع، بس المقصد هو يعني شخصيته وايد صعبه، وايد هادي. هي صعبه، هي حلوه بس لازم تعرف له. عرفت قصدي؟ معناته المقابله الجايه لازم يجيبك انت وزيد. لا ترى زيد عشان انت لا يجي بروح ما عندي مشكله، بس انت لازم تقابله. ليش؟ لانك انت من ضمن الموتور سبورت بالكويت ان شاء الله. انت غير انك تقابلنا، وغير ان تيم ان شاء الله عليك السباق، وغير انك انت تطلع السباقات الموجوده داخليا وخارجيا اللي اي كويتي يتسابق فيه. ممكن هذا واحد يرتاح وانت تقابله. عرفت قصدي؟ ويعطيك فرضا انسايتس ما يعطيه احد ثاني. صحيح. ان شاء الله زيد موجود بالاستراحه. ان شاء الله. احمد الحين بطلع من موضوع التفاصيل وذكريات وكذا. بلعب وياك لعبه بسيطه. اوكي. اسمها كلمه بكلمه، او كلمه وقول لي شنو اول شيء يطري ببالك من هالكلمه. حلو. سيكل. كيتم. حلبه. KMT. اخضر. حبيبي لك ريفيو. حلو. نخلص من هذه ونروح على السياره اليوميه. حلو. عاده انا وايد احب هالسؤال. حلو. المتسابقين دائما اسالهم خلال يومك الطبيعي تحب تسوق سياره رياضيه ولا سياره مريحه؟ صراحه سياره مريحه. انا قبل يومين قابلت احمد شاب وسالم. سالته عن السياره، شي يقول لا انا مع السايق. حتى بطل يسوق سياره بالشارع. يقول لي انا مع السايق اروح وياه. معلومه صراحه صعب شوارعنا مثل ما انت شايف. صحيح. شيء مايكل شماخر يقول لما اطلع مع زوجتي في رحله طويله صح تاكد ان احنا طالعين بسيارتين. فسالوه ليش؟ كان يقولوا لا، كان تقول لهم لان ماي هازبند از فيري بورينج درايفر. 100% لانه يمشي وايد بطيء. هذه هي ترى انت متعود على السرعه فانت تخش السرعه حق صح. حتى لما تشوف زيد اشكاني ايضا نفس الوضع، لما يسوق بالشارع يا اخي ما يطوف الا 100. ايش قصدي؟ فحم الشباب المتسابقين نفس الوضع، لانه ما عندك شيء انك يبروف بالشارع. صح. راح تاثر على الناس. صحيح. فانت لازم تطلع تاخذ الهوايه وتحطها مكان الصح، ولا تطلع مكان الغلط وتاثر على الناس. صحيح. حرام. صحيح. احمد احنا عاده نهايه كل حلقه ننتقل مع واحده من سيارات GW. حلو. اليوم سيارتنا راح تكون التانك 500، فخلنا نقطع ونروح. خلينا نشوف سيارتنا اليوم اللي هي التانك 500. احمد تذكر التانك يوم جربتها انا في البر؟ قاعد اشوفك. الحلو بالموضوع ان السيارات اللي تعودنا عليها بالفتره الاخيره كلها 4 سلندر. صح. والناس دائما قاعد يقولوا لنا جربوا 6 8 فيبدا لهم 6 سلندر قوه 8 سلندر توين تيربو بالضبط. صح. فيها 350 حصان و500 نيوتن متر. ما شاء الله. فسياره بالبر فوق انه شايله عمرها. قاعد اشوفك ما شاء داخلية. الله الرمل يسكر على السياره. والداخليه ما شاء الله الجلود، البانوراما، ادابتيف كروز. توك بطلت الباب قاعد اشم ريحه نابل ليذر كنا. ريحه يلد صجي. يا ربي. هالامور هذه كلها الحلو فيها انها قامت تتوفر في هذه السيارات. ومثل ما وعدناك راح نعطيك واحده تست درايف، خذها ويكند وجربها بالبر. مو تقول لي لا ان شاء الله السياره الصينيه مواصفات اوروبيه كنا. بالضبط. شو مواصفاتها بالضبط السياره؟ والله شو اقول لك، فيها البانوراما، فيها الادابتيف كروز كنترول، ما شاء الله الشاشه كم 15 كأنك مبطل لابتوب داخل 100%. وهالامور هذه. احمد مشكور وايد على تلبيه الدعوه. يعطيك الف عافيه ومبارك عليك ما تبقى من الشهر. يعطيك العافيه ما قصرت.